إذا رفعك الله رفعك فلا أحد يستطيع أن يخفضك، الله. وإذا أعلى الله شأنك فلا أحد يستطيع أن ينزلك. الله يقول لنبي: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله العظيم. وأنا أتأمل بهذا كثيرا والله يا أخوان، كلما تأمل العبد في عطاء الله جل وعلا لخلقه ورحمات الله التي تصل إلى عباده كلما ازداد يقين بالله جل وعلا، وأصبح في فأل عظيم جدا في أن يطلب كل شيء من الله. ولذلك يقول الإمام أحمد كلمة بديعة جدا، كما يقال: تكاد أن تضيء من غير زيت. قال: لو صححت لم تخف أحدا. رزقك بيد الله، عافيتك بيد الله، شفاؤك بيد الله، أهلك، أولادك، ذريتك، الكون كله بيد الله جل وعلا. إذا أصبح العبد دائما وأبدا هذا الظن قائم في قلبه، وأن خزائن الله جل وعلا وأن عطاء الله بيد الله وحده لا شريك له، أصبح بيقين وعافية من أمره لا يعلم بها إلا ربنا تبارك وتعالى.